هنعمل النهاردة أكلة سمك تجنن. جمبري صينية، كابوريا مشوية، قاروص سنجاري وقاروص زيت وليمون، كلهم كده أحلى من بعض. وعشان نسهل على نفسنا الشغل كله هنعملهم كلهم بخلطة واحدة تحفة. الخلطة دي مناسبة مع جميع أنواع السمك سواء مشوي مقلي. ويلا بقى نشوف الطريقة ونشوف الكلام الكبير ده اتعمل ازاي. بخطوات بسيطة جدا هنعمل وليمة السمك دي في وقت قليل قوي. ونسمي الله ونبدأ. وهنا السمك بعد ما اتغسل كويس جدا، والجمبري الحبل الرملي اتشال منه واتغسل كويس هو والكابوريا والقاروص، يعني السمك نظيف وزي الفل، واتنقع كمان في ميه وليمون وطحينه وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتعالوا بقى نجهز الخلطة الرهيبة بتاعتنا اللي بتفرق جدا في طعم السمك وبعتمد عليها في كل انواع السمك. بعمل منها كمية واحطها في التلاجة، واخد منها على قد ما انا عايزة كل ما باجي اعمل سمك. 3 رؤوس توم قشرتهم حطيتهم في الكبة، وبعد كده هنزل عليهم بجميع انواع الفلفل اللي عندي، احمر واصفر واخضر، ولو حابينها سبايسي ممكن نضيف فلفل حامي. وعليهم معلقة ونص كبيرة كده كزبرة وكمون وزيهم ملح. ونحط عليهم عصير 3 4 ليمونات كده، ونضرب كل دول في الكبة، ننعمهم كويس جدا. وكده الخلطة بتاعتنا جاهزة. هحطها بقى في طبق وهبدأ اشتغل على طول. هتبل السمك كله واحطه في الفرن مرة واحدة عشان ياخد وقت التسوية واحد. نبدأ بقى بالجمبري، حطيته في صينية وعليه معلقة زبدة بلدي كده حلوة، معلقتين من خلطة السمك، معلقتين زيت، وعليهم معلقة كبيرة مستردة بتفرق جدا في طعم الجمبري. كمان عايزة اقول لكم لو عندكم شوية بهارات سمك نحطها برضو بتبقى حلوة جدا، وعصير ليمونتين. ونبدأ بقى نقلب الجمبري كويس جدا في الخلطة اللي احنا عملناها دي، نخلي كده الجمبري كله يتبل. بعد الجمبري ما اتبل كويس بالشكل ده، هبدأ انزل عليه بشوية خضار كده مجهزاه عشان السنجاري، لكن هستخدمه برضو مع الجمبري. بصل شرائح، كرفس، شوية فلفل الوان، جزر مبشور، طماطم. بصوا الحاجات دي كلها بتفرق جدا في طعمها. شوية كزبرة كده متقطعين، كل ده بيدي طعم حلو قوي للجمبري. نقلب بقى كمان الخضار مع الجمبري والحاجات الحلوة دي كلها كده. وكده صينية الجمبري جاهزة معانا. هنغطيها بقى كده شوية ونسيبها على جنب لحد ما نكمل بقية السمك عشان ندخله كله الفرن مرة واحدة. ورقة زبدة عليها ورقة فويل ونركنها على جنب دلوقتي. هنبدأ بقى بالقاروص. عندي هنا سمكتين قاروص مغسولين كويس جدا، هبدأ أعمل فيهم شرائح بالشكل ده بالسكينة عشان نوصل التتبيلة لكل حتة في لحم السمكة. نبدأ بقى بالقاروص الزيت وليمون. أنا جبت هنا صينية وحطيت فيها بطاطس، والبطاطس هنا اختياري، احنا ممكن نعملها بالخلطة والليمون وبس على كده، لكن احنا هنزود في الصينية كده شوية بطاطس بيبقوا حلوين جدا. وهنتبل البطاطس بمعلقة من خلطة السمك بالشكل ده. وندلعها كده بقى بشوية جزر مبشورين على كرفس بيبقوا حلوين جدا. ونجيب السمكية ونحطها على البطاطس بالشكل ده، وناخد بقى معلقة من خلطة السمك وعليها شوية زيت كده حلوين، 3 4 معالق زيت، وعصير 3 ليمونات كده، لان السمكية هنا كبيرة، لو السمكية اصغر شوية هنقلل شوية ليمون. نحط بقى شوية جزر مبشور وكمان شوية كرفس، رشة بسيطة كده، ونبدأ نتبل بيهم السمكية ونحشيها من الخلطة دي. طعمها بيطلع حلو جدا. شوية شرايح ليمون بقى كده على جنب، ونغطيها بورقة زبدة ورقة فويل ونركنها جنب الجمبري. وفي الوقت ده مشغلة الفرن كمان عشان يسخن. نيجي بقى للسنجاري. طبعا السمكية دي كانت مفروض تتفتح من الظهر، بس مش مشكلة، هنتعامل معاها كأنها اتفتحت من الظهر كده ومش واخدين بالنا يعني. انا هنا كنت هحط من تحت ورقة زبدة، بس لقيتها مش حلوة خالص مع السمكية دي ومش عارفة اتبل منها فشلتها على طول. هبدأ بقى اتبلها برضو من خلطة السمك وشوية الخضار الحلوين دول، نحشي بيها السمكية بالشكل ده. ونحط كمان شوية من تحت في الصينية بالشكل ده. شايفين يعني هي مفتوحة من بطن، لكن انا برضو فردتها بالشكل ده. هحط بقى كمان معلقتين زيت وشرائح ليمون بالشكل ده برضو جنبها، ونزود شوية خضار. وجنب اختها على طول في الفرن. انا هنا دخلت ال3 صواني الفرن، وهبدأ بقى في الكابوريا. معلقة كبيرة مستردة، عليها معلقة ونص من خلطة السمك، شوية جزر وشوية كرفس وعصير ليمونتين.
مش قلتلكوا الخلطة دي هتمشي معايا مع كل حاجة؟ هجيب بقى الجريل فيها معلقة زيت اسخنها كويس جدا، وانزل بالكابوريا بالشكل ده، وعليهم كده رشة فلفل اسود، وهبدأ بقى ان انا اتبلها من فوق بالشكل ده. انا مرضتش اتبلها الاول واشويها علشان التتبيلة ما تنزلش كلها على الجريل. اول ما تبدأ تاخد لون هبدأ بقى ان انا اقلبها، وبرضه احط عليها شوية تتبيلة بالشكل ده كده، لحد بقى ما تستوي معايا خالص. وطبعا بدلها كل شوية معلقة تتبيلة بالشكل ده. وهي كده اتشوت معايا واستوت، لكن انا برضو عشان اأكد على السوا بتاعها شوية دخلتها الفرن كمان 10 دقايق وطلعتها بقى. وشوفوا الحركة دي بتفرق جدا في طعمها. معلقة زبدة مكان بقى البهريز اللي نزل من الكابوريا، وحطيت بقية التتبيلة، وكمان شوية خضار بقى من اللي هم بتوع السنجال اللي احنا كنا عاملينهم، بصل وجزر وكرفس وطماطم والحاجات دي كلها. تاخد كده صدمة مع عصرة ليمونة. والخلطة الحلوة دي بقى اللي بتفرق في طعم الكابوريا نشيلها من على الجريل ونحطها على الكابوريا على طول، بتفرق جدا في طعمها وبتخليها حلوة قوي. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ لونها وطعمها يجنن، غير كمان الخلطة الأخيرة دي حلوة قوي. معلقة الزبدة فارقة جدا في طعمها. وبس كده خلصنا احلى اكلة سمك، كابوريا وجمبري وكمان قاروص، اكلة تجنن بجد. وفي نفس الوقت ما خدتش مني وقت ولا مجهود لما عملت الخلطة. خلاص هي كده كل حاجة جاهزة معايا. الخلطة دي سهلت عليا كتير جدا، وزي ما قلت لكم انا بعملها في برطمان كبير واشيلها في التلاجة واخد منها وقت محتاج، بتسهل عليا كتير جدا. وبس كده.